الزمالك بيجيب محترف للباسكت انطوان سكوت وبيزود عدد اللعيبه المهمه داخل الفريق. بدايه عاوزك تعرف ان الزمالك سيجورا فريق جماعي معتمد على جمعيه الافراد مع بعضها، مفيش لاعب متبروز تحديدا. عشان كده هتلاقي في كل الماتشات ان السكورر بتاع الفريق بيتغير، نجوميه الفريق بتتحول من لاعب للتاني. عاوزين نقول بدايه انت لو معاك من 30 40 الف ميزانيه للمحترف، فانت طبيعي هتجيب محترف فوق ال 30 نقطه، ممكن بيعمل 7 ريباوند، ممكن بيعمل فوق السبعه اسيست. لكن عزيزي انت لما تحط بادجت اقل من 20 الف دولار للمحترف، فانت هنا بتاخد الريسك في النقط. ممكن مثلا يكون بيجيب 30 نقطه، ممكن عادي، بس انت هنا بقى مثلا مش هيكون بيدافع كويس، هيكونش بيعمل اسيستات. لكن انت جبت محترف معدل النقط بتاعه فوق ال 15 نقطه، وفوق ال 10 اسيست، وفوق السبعه ريباوند، فانت هنا بالتالي عوضت لي بلس 30 نقطة بانه يكون عنده اسيست زايد، وهو ده اللي عايزه المدرب واللي طالب يكون في الفريق، علشان الفريق مبني كفريق جماعي. المدرب اختار اللاعب ده تحديدا علشان اللاعب ده بيتمتع باولا قدرته على الطلوع بالكرة، ثانيا بيعمل اسيستات كويس قوي، ثالثا بيظهر في الاوقات الحاسمة، رابعا عقليته حلوة وجماعيته مع الفريق. علشان كده دايما نسب الاسيستات بتاعته، في ماتش عمل 18 اسيست، في ماتش وصل 13 اسيست، وكان نقطه حلوه كمان. يعني ما يعني مش معناه ان هو ما بيسجلش نقط، لا بيسجل وبيعمل اسيستات كتير. انما انا جاي اتكلم عن خصائص معينه هتكون موجود في المحترف تحديدا، وممكن ما تكونش موجوده في اللاعب المصري. عاوزين نقول ان على مدار المباراه بيكون في فتور معين عند لعيبه الباسكت، فممكن مثلا مهاب ياسر تلاقيه جلت منه ومبقاش قادر ان هو يسجل، خالد عبد الناصر يكون فايق في اللحظه دي، ساعات يكون احمد عزب هو اللي فايق وساعات لا. فانت بتبقى عايز من المحترف ان هو يكون موجود في اللحظه ديت بالظبط، ويفوق اللعيبه اللي معاه، وهو نفسه يكون فايق. فعلشان كده دايما الفرق لازم يبقى عندها محترف، علشان خاطر المحترف ده ساعه لحظه الفتور اللي بتبقى عند اللعيبه في ارض الملعب هو بيفوقهم. ورقم اتنين عاوزين نقول الكلاتش تايم. طبعا بالنسبه للمحترف هو رقم واحد. انت ساعات في اخر الماتش بيبقى النتيجه تعادل، او انت خسران مثلا فرق 3، انت عايز الكره دي تيجي، يعني تيجي سواء بقى بتسديده ثلاثيه، سواء اختراق، سواء فري ثرو، سواء هو هيعمل اسيست، المهم اللي انت عايز ان المحترف يجيب. رقم 3 الجودة. يعني ايه الجودة؟ يعني انا مثلا ممكن ادي واحد 5 تسديدات في المباراة هيجيب منهم 3، طبعا نسبة كبيرة وحلوة. لو اديته 10 تسديدات في المباراة هيجيب 5، كده النسبة نزلت للنص. اديته 15 تسديدة هيجيب 7. هنا جودة اللاعب ده كل ما بتزود عدد التسديدات كل ما نسبته بتقل. عكس مثلا في لعيب ممكن اديله 5 تسديدات يجيب 3، تمام، بس لو اديته 10 يجيب 7، اديته 15 يجيب 10، نسبته ما زالت نسبة كبيرة في المباراة. كل ما تزود اكتر كل ما برضه يبقى حلو عادي. وفي لاعب متوسط لو اديته 5 تسديدات يجيب لك 3، بس لو زودت له 10 يجيب 3، ولو زودت له 15 يجيب 6، وده لاعب متدني تماما. اللعيبه ديت كل ما تزود تسديداتهم كل ما يبانوا ان هم وحشين اكتر. علشان كده كويس ان احنا نبص على مسيره المحترف اللي احنا جبناه على مدار السنين، من عدد التسديدات ومن الفيلد جول بتاعه، والفيلد جول بتاعه معدل 50%، وكذلك الثلاثيات بتاعته من الرينج يعني ل 30 ل 40%. فهو لاعب جيد جدا على مستوى الفيلد جول وعدد التسديدات. فده حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نتعاقد عن المحترف عشانها. فيبقى ايه ملخص الخصائص؟ اولا الفتور اللي بيحصل للعيبه، المحترف طبعا هيفوقهم. الكلاتش تايم هيكون موجود فيه بقوه سواء باسيست او بتسجيل، والجوده اللي بيديها لك قصاد عدد التسديدات اللي هياخدها على مدار المباراه. شكل التسديده بتاعته حلو، الدربل بتاعه حلو، بيلعب بشماله وبيمينه كمان، فهو هيكون لعيب خطير. لكن الحاجة اللي احنا نتمناها تكون موجودة فيه انه يستعيد مستواه الطبيعي اللي كان موجود في الدوري السعودي والليبي السنة اللي فاتت واللي قبلها، لانه راجع من اصابة في ايده. ان شاء الله يجيب مستواه معانا وينسجم مع الفريق ويكون ذو فايدة لينا. يلا اشوفكم ان شاء الله المباراة الجاية وتحليل مباراة الاهلي والزمالك.